ماما، شايفة السلحفاة الجميلة دي؟ ما شاء الله يا حبيبي، جميلة قوي. انت عارف ان في انواع سلاحف بتعيش لاكتر من 150 سنة؟ بجد؟ يعني ممكن تكون أكبر من جده؟ ايوه فعلا. وتخيل بقى ان قلب السلحفة بيشتغل ببطء جدا وهي نايمة، يعني تقريبا كده ممكن يدق 6 مرات بس في الدقيقة. ياه، طب ليه كده؟ لان جسمها بيشتغل ببطء قوي عشان يحاول يوفر طاقة، وده اللي بيخليها تعيش لفترة اطول. وهي ليه بتمشي بالراحة؟ السلحفة ذكية جدا، بتمشي ببطء علشان تحافظ على طاقتها ومتتعبش بسرعة. ده غير ان القوقعة بتاعتها دي تقيلة. ايه لازمتها القوقعة دي أصلا؟ القوقعة مهمة جدا للسلحفة لأنها جزء من جسمها ومتصلة بالعمود الفقري بتاعها. يعني هي مش بتشيلها؟ مستحيل. لو القوقعة اتشالت السلحفة ما تقدرش تعيش، دي بتحميها من الخطر وكمان بتحافظ على حرارة جسمها. دي طلعت جامدة جدا. انت عارف ان في دراسات بتقول ان شكل القوقعة ده ممكن يتغير على حسب البيئة اللي هي عايشة فيها. يعني لو منطقة صحراوية القوقعة بتكون أنعم وأفتح علشان ما تحتفظش بالحرارة.